هل احنا بنكبر في السن فعلا لما شعرنا يشيب بس؟ او لما ما نقدرش نتحرك من مكان لمكان ونحس بالعجز؟ او لما نمشي نتسند على عكاز؟ هل هو ده العجز بجد؟ عجز الشعر الابيض وعجز الرجلين اللي مش قادرة تمشي والجسم اللي بيبقى ضعيف، ده عجز هيحصل. ده عجز بتقدم السن مفيش مفر منه، وما ينفعش ان احنا نقاوم ولا نقاوحه مهما عملنا. لكن في عجز بيجي قبل الاوان. العجز ده بيجي من داخلنا من جوه، لما بنشيل مسؤوليات فوق مسؤولياتنا، لما بنشيل أحمال فوق طاقتنا، لما نحس بوحدة وغربة مع ناس مش عارفين يفهمونا، مش عارفين يحبونا، لما نحمل نفسنا أحزان إحنا مش قدها، لما نفقد حد بنحبه، لما نبعد عن الناس اللي بنحبه، لما بنقرر بإرادتنا إن إحنا نسيب ونتخلى عن كل حاجة ممكن تبسطنا، لما مخنا بيدي إشارة لكل أعضاء جسمنا إن في طاقة سلبية داخلاله، إن في حاجات معينة هصحى أنا مش مبسوط منها، إن أنا هدي إشارة لجسمي إن أنا كل حاجة في الدنيا تعباني، كل حاجة في الدنيا مضايقاني. لما أقرر بإرادتي إن أنا ما أشوفش الحاجات الحلوة اللي في حياتي، لما أقرر إن أنا أعيش كل الأحزان اللي أنا بقابلها بكل طاقتي، وأبعد عن كل الحاجات اللي بتبسطني بكل طاقتي، أو ما اديهاش حقها في إن أنا أعيشها. ودي دايما مشكلتنا، إن إحنا بنعيش الحزن بكل قوتنا ونعدي لحظات الفرح في ثواني. ما بنحاولش نعيش الفرح بكل اللي جوانا، ما بنحاولش ندي لنفسنا طاقة إيجابية إن في حاجات كتيرة حلوة في الحياة لازم تتعاش، في حاجات حلوة كتيرة في الحياة ربنا اداها لنا، في نعم كتيرة في الحياة إحنا مش حاسين بيها لأنها بقت موجودة اوريدي عندنا وإحنا مش شايفينها من كتر ما بقت حاجات مسلم بيها. أوقات كتيرة قوي ما بنبقاش قادرين نستمتع بالحاجات الحلوة من كتر ما إحنا حاطين قدامنا الحاجات الوحشة وماشيين جنبها زي ما تكون ضلنا. ما بنعرفش نفرقها، ما بنعرفش نحط حاجة تانية جنب الحاجات الوحشة. لازم تدوا إحساس لنفسكم، ولازم تخلوا دماغكم تشتغل على طاقة إيجابية مهما كانت السلبيات موجودة في حياتنا. عارفة إن في حاجات كتيرة قوي بقت سلبية في حياتنا، وعارفة إن في حاجات كتيرة قوي بقت بتوجع في حياتنا، بس لو صحيت من النوم مقرر إنك أنت ممكن تلاقي حاجات كتيرة في حياتك تستحق إنك تعيش عشانها وتكمل عشانها وتضحك عشانها وتبقى سعيد من جواك بسببها، يبقى هتخلي يومك كله طاقة إيجابية. هتبص لنفسك في المراية هتلاقي في حاجات كتيرة قوي انت متمتع بيها غيرك مش عنده، في نفس طالع وخارج لسه ربنا مديهولك ومديلك عمر جديد، مديلك حياة جديدة تقدر تعيشها وتقدر تتوب وتقدر تبقى كويس وتقدر تعيش حياة جديدة. في غيرك نام وصحي وربنا ما اداهوش عمر جديد. اشكر ربنا على كل نعمة في صحتك، انك قادر تمشي، انك قادر تتكلم، انك قادر تتنفس، انك قادر تشوف وقادر تتعامل. في غيرك محروم من النعم دي كتير، في غيرك مرمي في المستشفيات مش لاقي له علاج. من كتر ما اعتدنا النعم بقينا ما بنحسش بيها، بقينا بنحس ان هو دي الايام العادية وهي دي الصحة ودي الحاجة الطبيعية، لكن اللي محروم منها هو اللي حاسسها. كل دي حاجات تستحق انك تحس بيها، ان في ايام جديدة حلوة في حياتك، ان في طاقة ايجابية في حياتك، ان انت ممكن تعمل حاجة، ان انت ممكن تعمل حاجات جديدة في حياتك تحسسك بانك مبسوط، انك ممكن تعمل حاجات ما تكبركش قبل اوانك. لازم تبقى مبتكر من جواك، لازم تحسس نفسك ان انا اقدر اعمل حاجة مختلفة، ان انا عندي طاقة ايجابية اقدر انور بيها كل حاجة في حياتي. حتى لو كانت الامكانيات محدودة، على فكرة مش شرط الامكانيات تكون كتيرة. اللي عايز يعمل حاجة ويطلع من جواه حاجة كويسة هيقدر يطلعها. الظروف اوقات كتيرة قوي بتبقى شماعة بنعلق عليها فشلنا، اوقات كتيرة قوي الظروف بتبقى زي ما تكون مطبات عمالين نحطها لنفسنا، بس مطبات صناعية مش طبيعية، لان ربنا ما حطلكش المطبات دي قدامك، انت اللي حطيتها قدامك، انت اللي حطيتها وقفت تقول ده انا قدامي مطب واتنين وتلاتة، ده انا مش هقدر اتحرك، ده انا مش هقدر اعمل، ده انا مش هقدر اعدي. كل ده بيجيب لك طاقة سلبية، كل ده بيعجز روحك قبل اوانها. ما تحاولوش تعجزوا نفسكم قبل اوانكم، ما تحاولوش تخلي الضغوط والهموم هي اللي تركب فوق دماغكم. حاولوا انتوا اللي تتعدوها، حاولوا انتوا اللي تتخطوها. ممكن ناس تبقى عندها كل حاجة
وما عندهاش نعمة الرضا، ما تبقاش عندها ولا حاجة. تبقى دايما حاسة انها ناقصها كل حاجة في الدنيا رغم ان مفيش ولا حاجة ناقصاها، بس ما عندهاش نعمة العين الشبعانة. نعمة العين الشبعانة دي كفيلة انها ما تكبركش قبل اوانك، كفيلة انها تديك طاقة ايجابية، وكفيلة انها تديك نعمة في عينين نفسك ونعمة في عيون الناس، ودي اهم حاجة. حاولوا ان انتوا تغيروا حاجات في حياتكم انتوا مش راضيين عنها، مش عيب ولا حرام. العيب والحرام ان انتوا تأيدوا امكانياتكم، تأيدوا الحاجات اللي ممكن تعملوها. اي نعم، انتوا هتتصرفوا في حدود المتاح وحدود اللي موجودة عندكم، بس حدودكم وامكانياتكم انتوا هي اللي غير محدودة، هي اللي ينفع تتعدل، هي اللي ينفع تزيد. النعم اللي ربنا اداها لنا واداها للبشرية بوجه عام محدش في الدنيا يقدر يلاقي لها حدود، بس احنا اللي بنحددها، واحنا اللي بنقلل من امكانياتنا، واحنا اللي بنحجم من طموحاتنا، واحنا اللي بنحجم من احلامنا. ويمكن الجو العام والبلد والدنيا اللي احنا عايشين فيها مش مساعدانا، بس زي ما انا قلت لكم دي ما ينفعش تبقى الشماعة، ما ينفعش تبقى المطب اللي يوقفكم عشان ما توصلوش لبكرة. العجز لما روحك من جوه تدبل، لما تحس ان في حاجات كتيرة قوي في حياتك انت مش عارف تحبها، وكمان مش عارف تحب نفسك. لو حبيت نفسك وحبيتها صح تفرق. لو حبيت نفسك صح وعرفت تتعامل معاها عمرك ما هتعجز قبل اوانك. دايما الناس هتشوفك وتقول عليك يا ده ما يدهوش سنه ابدا، ده انت لو شفته ما تدهوش العمر بتاعه ده ابدا، عشان هو من جواه حلو، عشان هو من جواه راضي، عشان هو من جواه سعيد بنفسه، عشان هو من جواه عايش حياته صح. عيشوا حياتكم صح، حبوا نفسكم صح، عشان ما تعجزوش قبل الأوان.